السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة تغيير مسار. ماذا لو توقفت الأرض عن الدوران؟ هل سألت نفسك قبل كده ليه الأرض بتلف حوالين نفسها؟ وليه الكواكب كلها ما بتقفش ساكنة في مكانها؟ تخيل لو الكواكب وقفت فجأة من غير دوران، هل كان هيبقى فيه ليل ونهار؟ هل كانت حياتنا هتستمر زي ما هي دلوقتي؟ الحقيقة إن دوران الكواكب مش صدفة، لكن سر من أسرار الكون اللي بيكشف عبقرية الخلق ونظام محكم بيحكم كل حاجة حوالينا. تعالى نغوص مع بعض ونكشف لغز دوران الكوكب. من أول ما الإنسان رفع عينيه للسماء وهو بيتساءل إيه اللي بيخلي النجوم والكواكب تتحرك؟ ليه الأرض اللي إحنا عايشين عليها بتلف حوالين نفسها كل 24 ساعة؟ وليه بتلف حوالين الشمس كل 365 يوم؟ الأسئلة دي مش مجرد فضول، دي أساس لفهم وجودنا نفسه. أول خيط للحقيقة بيبدأ من لحظة ميلاد الكوكب. تخيل الكون كأنه كان سحابة ضخمة جدا من الغاز والغبار، اسمها السديم الشمسي. السحابة دي بدأت تنهار على نفسها بسبب الجاذبية، ولما انهارت اتكونت الشمس في المركز. لكن باقي السحابة ما اختفاش، اتوزع في صورة قرص مسطح ضخم بيلف حوالين الشمس. في القرص ده بدأت الجسيمات الصغيرة تتجمع وتتصادم وتلتحم لحد ما اتكونت الكواكب. وهنا السؤال الجوهري، ليه القرص ده نفسه كان بيلف من البداية؟ الإجابة في قانون بسيط لكنه عظيم، قانون حفظ الزخم الزاوي. ببساطة أي جسم في حالة دوران بيفضل يدور إلا لو قوة خارجية وقفته. تخيل نفسك ماسك لعبة وأول ما تدورها بتفضل تلف فترة طويلة. ليه؟ لأنها واخدة زخم زاوي بيخليها تكمل حركتها. نفس الحكاية بالظبط حصلت مع السديم الكوني. لما انهار بسبب الجاذبية سرعته في الدوران زادت، والنتيجة إن كل اللي اتكون منه الشمس والكواكب ورثوا الحركة دي. الكواكب وهي في طور التكوين ما كانتش ساكنة. من أول ما اتجمعت من الغبار والغاز بدأت تلف حوالين نفسها، ومع مرور ملايين السنين التصادمات العنيفة مع الكويكبات والنيازك غيرت سرعتها وزاويتها. الأرض مثلا يعتقد العلماء إنها في بدايتها خبطها كوكب ضخم في حجم المريخ تقريبا، والصدمة دي مش بس سرعة دورانها الآن، لكنها كمان طلعت جزء من مادتها للفضاء، والجزء ده هو اللي بقى القمر. يعني دوران الأرض حوالين نفسها مرتبط حتى بوجود القمر اللي بينور ليالينا. طيب لو ما كانش فيه دوران، لو الأرض وقفت عن الدوران لحظة، هيحصل إيه؟ هنفقد أهم حاجة في حياتنا، تعاقب الليل والنهار، لأن نص الكوكب هيبقى فيه ظلام دائم والنص التاني هيبقى فيه نهار دائم. إيه النتيجة؟ هيكون في فرق في درجات حرارة مهول، نص هيبقى متجمد والنص التاني مولع نار. الحياة كانت هتستحيل بالشكل اللي نعرفه. كمان دوران الأرض هو اللي بيخلق قوة اسمها القوة الطاردة المركزية، دي اللي بتخلي شكل الأرض مش كورة مثالية، لكن منبعجة شوية عن خط الاستواء. والأهم إنها بتساهم مع دوران الجو والمحيطات، وبتعمل ظواهر زي الرياح التجارية والتيارات البحرية. يعني حتى الطقس اللي بنعيشه يوميا مرتبط بدوران الكوكب. ولازم ناخد بالنا إن مش كل الكواكب بتدور بنفس السرعة. المشتري مثلا أكبر كوكب في النظام الشمسي بيدور حوالين نفسه في أقل من 10 ساعات. تخيل عملاق بحجم ده أسرع من الأرض. السبب الزخم الزاوي اللي ورثه من السديم الشمسي اتوزع بطريقة تخلي الكوكب الغازي الضخم يلف بسرعة رهيبة. أما الزهرة الكوكب اللي شبه الأرض في الحجم عنده المفاجأة،
بيدور حوالين نفسه في الاتجاه المعاكس لباقي الكواكب تقريبا. وكمان الدوران ده عنده بطيء جدا. اليوم على سطح الزهرة أطول من السنة بتاعته. العلماء بيفسروا ده إنه ممكن يكون بسبب تصادم ضخم في الماضي غير اتجاه دورانه. وهنا ندخل في جانب أعمق، إن دوران الكواكب مش بس حركة عشوائية، لكنه جزء من توازن كوني دقيق. الزخم الزاوي مش بس بيفسر ليه الكواكب بتدور، لكنه كمان بيحافظ على استقرار مداراتها حوالين الشمس. لو الدوران اتلغى فجأة، التوازن ده هينهار، ويمكن الكواكب تنجذب للشمس وتتحرق وتتفحم، أو تتطرد بعيد في الفضاء. تعال نديك صورة أوضح بمثال عملي. لو مسكت حبل مربوط في آخره حجر ولفيته بسرعة، الحجر هيفضل بعيد عنك. ده بالظبط اللي بيحصل مع الكواكب. سرعتها في الدوران حوالين الشمس بتوازن قوة الجاذبية اللي بتشدها للداخل. لو السرعة قلت، الكوكب يقع في الشمس. لو السرعة زادت، يهرب للفضاء. اللي يخلينا ننبهر إن النظام ده محكم بدقة مذهلة. الأرض بتدور حوالين نفسها بسرعة 1670 كيلو متر في الساعة عند خط الاستواء، وبتلف حوالين الشمس بسرعة 107 ألف كيلو متر في الساعة. ومع ذلك إحنا مش حاسين بأي حاجة. ليه؟ لأن كل حاجة حوالينا، الهواء، البحر، الجبال، بتتحرك بنفس السرعة. لو عملنا تجربة بسيطة، لو ركبت طيارة وسافرت بسرعة 800 كيلو متر في الساعة، هل بتحس إنك ماشي بالسرعة دي؟ لا، لأنك وكل اللي حواليك ماشيين بنفس المعدل، نفس المبدأ مع الأرض. إحنا على مركب عملاق ماشي بسرعة جنونية، لكن كل حاجة متوقفة جوه المركب ده. المركب ماشية أو الطيارة ماشية وإنت جواها، فأنت مش حاسس بالسرعة، بس إنت راكب جواها ومش حاسس بالسرعة. مثال آخر، إحنا راكبين مركب ماشي بسرعة جنونية، لكن كل حاجة متوقفة جوه المركب، فبالتالي مش هتحس بالسرعة. إذا ليه الكواكب بتدور؟ الجواب باختصار، لأنها ورثت الزخم الزاوي من لحظة ميلادها، ومفيش قوة كونية كافية عشان توقفها. دورانها مش رفاهية، لكنه ضرورة للحياة، للطقس، للتوازن الكوني. وده مجرد بداية لموضوعنا، وهنا هنكشف أسرار أعمق. إيه علاقة دوران الكوكب بالمجالات المغناطيسية؟ وإزاي الدوران بيحمي الأرض من العواصف الشمسية؟ وليه بعض الكواكب بتدور بسرعة رهيبة وأخرى ببطء قاتل؟ كتير من الناس بيفتكروا إن دوران الأرض حوالين نفسها مجرد ظاهرة بتعمل ليل ونهار، لكن الحقيقة أكبر من كده بكتير. دوران الأرض حوالين نفسها بيعمل حاجة اسمها المجال المغناطيسي الأرضي. إزاي؟ جوه الأرض في طبقة من الحديد المنصهر، اللي هو اللب الخارجي. ومع حركة الأرض ودورانها، الحديد ده بيعمل تيارات كهربائية. ومن الفيزياء احنا عارفين إن أي تيار كهربائي بيولد مجال مغناطيسي. النتيجة درع عملاق بيلف حوالين الكوكب. الدرع ده هو اللي بيحمينا من الرياح الشمسية القاتلة، اللي عبارة عن جسيمات عالية الطاقة بتخرج من الشمس. من غير المجال المغناطيسي، الجسيمات دي كانت هتضرب الغلاف الجوي للأرض وتسلخه تدريجيا، زي ما حصل مع كوكب المريخ. ببساطة، من غير دوران مفيش مجال مغناطيسي، ومن غير مجال مغناطيسي مفيش حياة على الأرض. طب ليه سرعة الدوران مختلفة بين الكواكب؟ زي ما قلنا، الأرض بتلف حوالين نفسها مرة كل 24 ساعة، لكن المشتري أضخم كوكب في المجموعة الشمسية بيلف حوالين نفسه 10 ساعات بس. طب إزاي عملاق بالحجم ده يدور أسرع من كوكب صغير زي الأرض؟ الجواب في إن المشتري والكواكب الغازية زي زحل، أورانوس، نبتون اتكونت من كتل ضخمة جدا من الغاز في السديم الشمسي.
ومع انهيار الغاز وتجمعه الزخم الزاوي اتوزع بطريقة تخلي الكوكب يلف أسرع عشان يحافظ على التوازن. وعلى الناحية التانية الزهرة مش بس بيلف ببطء، اليوم عليه أطول من سنته، لكن كمان بيلف في الاتجاه العكسي. العلماء شايفين إن ده غالبا بسبب تصادم ضخم مع جسم كوكبي غير اتجاه دورانه. يعني السرعة والاتجاه مش صدفة، لكنها نتيجة تصادمات وظروف التكوين. طب هل ممكن دوران الكواكب يتوقف؟ من الناحية النظرية أي جسم دوار لازم في يوم يبطأ لو عليه احتكاك أو قوة توقفه، لكن الكواكب في الفضاء تقريبا مفيش احتكاك يوقفها. مع ذلك في ظاهرة اسمها التأثيرات المادية، زي ما القمر مؤثر على دوران الأرض. القمر بيسبب المد والجزر في البحر، وده بيخلي الأرض تفقد جزء صغير جدا من طاقتها الدورانية. النتيجة اليوم على الأرض بيطول بمعدل 1.7 ملي ثانية كل قرن. يعني بعد ملايين أو مليارات السنين اليوم هيبقى أطول بكتير، والقمر هيبعد أكتر عن الأرض. لكن في مقاييس حياتنا كبشر ده شيء مش هنحسه أبدا. طب لو الكواكب بطلت تدور إيه اللي ممكن يحصل؟ ده السؤال اللي هيفتح باب الخيال. لو الأرض وقفت عن الدوران فجأة، نص الكوكب هيبقى في نهار دائم زي ما قلنا، والنص التاني هيكون ليل دائم. حياة النباتات والحيوانات هتنهار، فرق الحرارة بين الجانبين هيعمل عواصف قاتلة، المياه كلها هتتجمع ناحية خط الاستواء بسبب قوة الجاذبية، والأخطر المجال المغناطيسي هيختفي، والأرض هتتعرى قدام العواصف الشمسية. يعني الدوران مش رفاهية، لكنه شرط للحياة. الغريب إن حياتنا اليومية مرتبطة بالدوران. الساعة اللي في إيدك مبنية على حقيقة إن الأرض بتلف 24 ساعة. السنة اللي بنعيشها مرتبطة بدوران الأرض حوالين الشمس. لو الدوران ده مختلف، مفهوم الزمن نفسه عند الإنسان كان هيبقى غير اللي إحنا عارفينه. حتى الحضارات القديمة زي المصريين والبابليين كل تقويمهم كان قائم على ملاحظة حركة الشمس والكواكب. يعني دوران الكواكب مش بس ظاهرة فيزيائية، لكن أساس لفهمنا للزمن نفسه. العلماء اكتشفوا آلاف الكواكب خارج نظامنا، اسمها الكواكب الخارجية. بعضها بيدور بسرعة رهيبة حوالين نجومها، وبعضها بطيء جدا. وفي كواكب تانية بتدور دايما بنفس الوجه ناحية نجمها، زي ما القمر ما بيدور بنفس الوجه ناحية الأرض. التنوع ده بيورينا إن الدوران مش بس ثابت في كل الكون، لكنه بيعتمد على ظروف التكوين والجاذبية والمدارات. بعد كل اللي قلناه نرجع للسؤال الأساسي: ليه الكواكب بتدور؟ لأنها ورثت الحركة دي من ميلادها الأول، ولأن قانون حفظ الزخم بيخليها تستمر. الدوران هو نبض الكون اللي بيخلي الزمن يتدفق، والليل والنهار يتعاقبوا، والحياة تفضل قائمة. ولو في يوم الدوران ده توقف، الكون اللي نعرفه هينهار. في المرة الجاية اللي تبص فيها على السماء وتشوف القمر أو النجوم، افتكر إنك راكب سفينة اسمها الأرض، بتجري في الفضاء بسرعة خيالية، ومع ذلك من غير ما تحس عايش حياتك كأن كل حاجة ثابتة. وده في حد ذاته معجزة من أعظم معجزات الخلق. سلام.